يا سلام، ايه الفيسبا الجميله دي؟ الفيسبا دي شكلها حلو قوي. انا مش لاقي اي حد من اصحابها موجود. هاخدها بقى اتفسح بيها شويه، ولو ما حدش من اصحابها جه هاخدها ليا كلها وخلاص. يا خبر ايه ده؟ هي الفيسبا بتاعتي راحت فين؟ شرطه الحقوني يا شرطه الحقوني، حد سرق الفيسبا بتاعتي. ايه ده يا فلافيلو بتعيط كده ليه؟ حصلت مصيبه ولا ايه؟ الحقني يا سيمبا، عارف الفيسبا بتاعتي اللي لونها احمر كانت قدام البيت هنا وفجاه لقيتها اتسرقت ومش عارف مين اللي سرقها كمان يا سيمبا. يا خبر طيب يا فلافيلو ما تزعلش، انا هروح دلوقتي ادور على اللي سرقها وكمان احبسه ومش هخرجه ابدا من السجن كمان. انت يا بقره اثبتي عندك هنا. استني يا بقوره. ايه يا سمبا انت بتجري ورايا ليه؟ هو حصلت حاجه ولا ايه؟ استني يا بقوره، هو انت سارقه الفيزا بتاعت فلافيلو وكمان بتجري بيها؟ انت لازم تروحي السجن علشان تتعلمي الادب كمان يا بقوره. يا خبر معلش يا سيمبا سامحني، انا ما كنتش اعرف ان الفيزا دي بتاعت فلافيلو كمان، ده انا كنت فاكراها مش بتاعت حد في الغابه عشان كده خدتها. لا يلا قدامي يا بقوره على السجن عشان تتحبسي على اللي انت عملتيه ده. ايه يا سلام، ايه ده؟ مكنه البيع الشهيه دي مليانه كوكاكولا وشيبسي كمان، وكمان مليانه حاجات جدا، يعني لو خدت اي حاجه منهم صاحبها مش هيعرف ان انا خدت منها اي حاجه. ايوه انا هاخد واحد شيبسي كده واخد واحده كوكاكولا واهرب على طول. ايه ده الحاجه ناقصه كتير قوي. ايوه صح، ناقص كيس شيبسي وواحده كوكاكولا كمان، يبقى حد سرق المكنه بتاعتي. يا شرطه الحقوني يا شرطه الحقوني، في حرامي سرق الاكل بتاعي كمان. في ايه يا لولو يا حبيبتي؟ حصل ايه؟ الحقني يا عم ابو سمبا، في حد سرق من المكنه بتاعتي شيبسي وكوكاكولا كمان. يا خبر حراميه في الغابه. طيب انا هجري دلوقتي ورا الحرامي وهقبض عليه كمان وارجع لك حاجتك يا لولو. استنى عندك هنا يا حرامي، انا شفتك خلاص. استنى هنا يا وادي اردون. ايه يا عم سمبا حصلت فيه ايه يا عم ابو سمبا والنبي؟ انت يا وادي اردون يا حرامي سرقت الشيبسي وكوكاكولا من مكنه البت لولو، هات بقى الفلوس لا اما هتدخل السجن كمان. يا خبر معيش فلوس والنبي يا عم ابو سمبا، خلاص سامحني. مش هينفع يا اردون، يلا قدامي على السجن يا قليل الادب، يلا عشان بعد كده تحرم تسرق الحاجه اللي مش بتاعتك كمان. يا سلام الشيبسي ده طعمه حلو قوي. يا خبر دي كلها اكياس وقعت في الارض مني، انا مش قادره المها واحطها في الباسكت بقى. خلاص مش مشكله، ممكن لما اي حد يبقى معدي يبقى يلم الاكياس دي ويحطها في الباسكت وخلاص. يا سلام الغابه شكلها حلو قوي النهارده، لما امشي كده واتمشى في الغابه كمان. انا وقعت على دماغي اتزحلقت في الاكياس دي كلها. يا شرطه الحقوني يا شرطه. في ايه يا ماشا؟ في ايه يا حبيبتي؟ الحقيني يا خالة ام سمبا، حد رمى اكياس كتير قوي في الغابه وما لمهاش ورماها في الباسكت كمان، وانا ماشيه رحت اتكعبلت فيها وكمان دماغي وجعتني قوي. يا خبر ده مين الوحش اللي عمل كده ده؟ ايوه انا لازم اجري وراه علشان اقبض عليه عشان يحرم يرمي زباله في الغابه كمان. استني عندك هنا يا فرفوره. في يا خالة ام سمبا حصلت حاجه ولا ايه؟ ايوه انت اللي رميتي الاكياس دي في الغابه كمان وخليتي منظر الغابه شكلها وحش، وكمان مشت كعبلت فيها وكانت دماغها هتتعور كمان. يا خبر هو انا عملت ده كله يا خالة ام سمبا؟ طيب سامحيني انا اسفه، مش هعمل كده تاني والنبي. لا يا فرفور، يلا قدامي على السجن عشان تعلمي الادب وكمان تحرمي ترمي زباله في الغابه. الزباله يا حبيبتي مكانها مش في الغابه كده، مكانها في الباسكت كمان. خلاص والنبي يا خالة ام سمبا، اصل ماما هتزعقلي لو عرفت ان انا دخلت السجن كمان، سامحيني والنبي يا خالة ام سمبا. قلت لك لا، يلا قدامي على السجن يا فرفوره، يلا عشان تلبسي لبس المساجين كمان. يا سلام ايه الورود دي كلها؟ انا هقطف كل الورود دي عشان العب بيها، وبعد ما العب بيها هرميها على الارض كمان. ايه ده اللي بتعمله ده يا فلافيل؟ ما ينفعش كده، انت كده قطفت كل الورود الجميله اللي موجوده في الغابه، انت كده بتهدر كل الورود وكمان مش هيبقى في اي حاجه حلوه في الغابه بعد كده. مالكيش دعوه انت يا سلحوف، محدش طلب رايك كمان، ومش اللي قدامي هنا بدل ما اضربك كمان يا سلحوف. يا خبر ما ينفع كده يا فلافيرو، عايز تضربني عشان بقولك ما تقطفش الورود اللي موجوده في الغابه؟ طيب انا هبلغ عنك الشرطه بقى عشان تحرم تعمل كده تاني كمان. يا شرطه الحقينا يا شرطه الحقينا. يا خبر عايزه تبلغي عننا الشرطه يا سلحوفه؟ طيب خدي فوق دماغك بقى يا سلحوفه. يا خبر منك الله يا فلافيرو، يا شرطه الحقيني يا شرطه. ايه ده؟ في ايه يا فلافيرو؟ في ايه يا سلحوفه يا حبيبتي؟ الحقيني يا خالة ام سمبا، انا بقول لفلافيلو ما تقطفش الورود علشان منظر الغابه ما يبوظش، راح مسكني ضربني كمان يا خالة ام سمبا، ضربني جامد قوي. يا خبر ينفع كده يا فلافيلو يا حبيبي؟ ينفع تضرب صاحبتك سلحوفه كده؟ انا اسف يا خالة ام سمبا، بس انا كنت بقطف الورود عشان اديها لمامتي كمان، راحت هي دخلت وقالت لي ما تقطفهاش. ايوه يا حبيبي ما ينفعش يا فلافيلو، دي ورود المزرعه كمان ما ينفعش تقطفها يا حبيبي. على العموم انت غلطان ولازم تروح السجن كمان عشان تتعاقب كمان. يلا قدامي على السجن يا فلافيلو. احسن تستاهل يا فلافيلو عشان بعد كده تسمع الكلام وتحرم تقطف الورود اللي موجوده في الغابه. ايه ده ايه حنفيه الميه الجميله دي؟ يا سلام، انا بقى هفتح الحنفيه بتاعت الميه الجميله دي علشان تغرق كل الغابه واقعد العب
الغابه كلها يا قليل الادب انت، وكمان هتغرق كل الحيوانات. انا لازم اطلب لك الشرطه دلوقتي علشان يجوا ياخدوك على السجن وتتعلم الادب كمان. ايه ده يا خبر؟ خلاص انا حرمت خلاص يا خلم وعرضون. ما ينفعش كده يا ارنوب يا حبيبي، لا هطلب لك الشرطه يعني هطلبها لك كمان. الو ابو سيمبا الشرطي؟ ايوه يا ابو سيمبا، الواد ارنوب فتح حنفيه الميه وغرق الغابه كلها، وكمان ممكن الحيوانات تغرق كمان. يا خبر ارنوب عمل ده كله؟ طيب يا خلم واردون، انا جاي دلوقتي حالا عشان اقبض عليه قليل الادب ده، ومش هيخرج من السجن ابدا لحد ما يتعلم الادب ويحرم يعمل كده تاني كمان. يا خبر حرام عليك والنبي يا خلم واردون، طلبتيني الشرطه وانا صغير ومش فاهم حاجه كمان. لا يا ارنوب، لازم تتعلم الادب وتدخل السجن كمان عشان تحرم تعمل اعمال شغب وتغرق الغابه كلها يا قليل الادب. يلا قدامي يا واد يا ارنوب، قدامي على السجن يا قليل الادب. ينفع كده تغرق الغابه كمان والحيوانات كانوا هيغرقوا؟ انا اسف يا عم ابو سيمبا، انا ما كانش قصدي، انا كان قصدي بس العب شويه في الميه واقفلها تاني على طول. لا يا ارنوب، انت غلطت ولازم تتعلم الادب وتروح السجن كمان. يلا على السجن يا قليل الادب عشان تتربى. انا اسف يا عم ابو سيمبا والنبي ما تاخدنيش على السجن، منك لله يا خلم وارضون، منك لله. طيب يلا قدامي يا ارنوب على السجن، يلا خرجنا من هنا يا عم ابو سيمبا، ارجوك مش هنعمل كده تاني والنبي خرجينا من هنا يا خلم وسيمبا. ايوه يا عم ابو سيمبا، مش هنعمل كده تاني، وانا كمان مش هفتح حنفيه الميه ومش هعمل شغب في الغابه. ايوه والنبي يا خالة وسيمبا خرجينا، احنا مش هنعمل شغب تاني في الغابه، وكمان هنبقى ملتزمين وشاطرين كمان. ايوه يا عم ابو سيمبا، وانا كمان مش هسرق اي حاجه من مكنه البيع بتاعت لولو، وكمان مش هسرق اي حاجه من حقي، والنبي اتخرجنا من هنا يا عم ابو سيمبا. لا يا ولاد، انتوا كمان غلطتوا جدا وسرقتوا وبوظتوا الغابه وقطفتوا الورود كمان. لازم تتعلموا الادب وتتربوا وتتحبسوا يومين عشان تتعلموا الادب كمان. خلاص يا ابو سيمبا، انا رايي نسامحهم، دول عيال صغيرين وما كانوش يقصدوا كمان، وكمان دول لسه صغيرين وما يعرفوش حاجه. انا رايي يا ابو سيمبا نسامحهم، وبعد كده لو عملوا حاجه نحبسهم كمان. انت رايك كده يعني يا ابو سيمبا؟ ايوه يا ابو سيمبا، انا شايفاهم عيال صغيرين ومش هيستحملوا الحبس. بس اسمعوا يا عيال، لو عملتوا اي شغب في الغابه تاني ولا قطفتوا الورود ولا سرقتوا هحبسكم على طول ومش هخرجكم من هنا تاني، سامعين ولا لا؟ ايوه يا خاله ام سيمبا، صدقينا مش هنعمل اي حاجه تاني ولا اي شغب في الغابه، ولو عملنا اي حاجه بعد كده يبقى احبسينا وما تطلعناش كمان يا خاله ام سيمبا. ماشي يا حبايبي، يلا خرجهم يا ابو سيمبا عشان يروحوا لامهاتهم كمان. يا خبر ابيض، فلافيل وحبيبي، ايه اللي جابك هنا يا حبيبي؟ حصل ايه يا ام سيمبا؟ جبتي فلافيل هنا ليه كمان يا ام سيمبا؟ ما تقلقيش يا ام فلافيلو بس كان بيقطف في الورود اللي موجوده في الغابه، علشان كده جبناه على السجن كمان. بس خلاص انا اقنعت ابو سيمبا ان هو يخرجهم عشان هم صغيرين وكمان ما يعرفوش حاجه، بس بعد كده لو عاد يقطف الورود اللي في الغابه كمان هسجنه ومش هخرجه تاني يا ام فلافيلو.